هو ساعدني ازاي اركز. شايف ان انا فعلا ان انا عارف اتحسن في المذاكره. ويعني قبل كده كنت بعرف اذاكر، بس يعني اللي هو كان بصعوبه. دلوقتي بقيت بعرف اذاكر احسن بصراحه. يعني الكورس كان حلو الحمد لله وعجب. الكورس كان هادي، المعلومه دخلت لي اصلا. فكرة الكورس كانت حلوة قوي بالنسبة لي، خصوصا ان انا من النوع اللي بدخل متشجعة قوي، بعدين ببدأ اهدى شوية شوية لغاية ما يبقاش فيه شغف خالص. حاسة ان هو بعد ما بحضر السيشن ببقى عايزة اقوم اذاكر دلوقتي، اللي هو يلا دلوقتي. ساعدني كتير وانا بذاكر، حسسني ان انا بقيت بذاكر افضل، المعلومات بتثبت افضل من اول مرة، ما بحتاجش ان انا اعيد فيها كتير زي الاول. بجد انا مبسوطة ان انا حضرت مع حضرتك الكورس ده. انا حبيت حضرتك بصراحة من اول سيشن. الاسلوب كان حلو جدا، كان يعني فيه هدوء كده، وانا اصلا بحب الهدوء، فالمعلومة دخلت بسرعة. بصراحة الكورس حلو جدا. انا كان نفسي ان هو يطول اكتر من كده، بس يعني خلاص انا استفدت منه كتير، ان انا اركز وان انا انظم وقتي وانظم مذاكرتي. والخريطة الذهنية كانت بتساعدني كتير في المذاكرة وبتثبت المعلومة اكتر. لما كنت بدخل تحس كده ان انا مبسوطة، ببقى متحمسة ان انا ادخل وكده. فهمت بسرعة. الكورس كان جميل خالص خالص، واستفدت منه لان كان عندي مشكله ان انا يعني اذاكر دروسي كده وصعوبه في التركيز. فانت ساعدتيني ان انا اركز واحط هدف ليا، وكمان ساعدتيني ان انا يعني اضبط مواعيدي وما اتشتت بسرعه. كان حلو قوي الكورس جدا، استفدت منه حلو. كمان اسلوبك في الكلام كان خلى المعلومه تدخل بسرعه. مفيد جدا، ادالي فكرة ان انا اعرف اذاكر ازاي ما اتشتتش، اركز كويس. وانا بصراحة لو في حد انصحه بحاجة انا هنصحه ان هو يشترك فيه. ان هو يعني ما يترددش، يعني يدخلوا على طول عشان هيستفيد بيه. يعني انصحه ان هو ما يترددش خالص ان هو يدخله، هيستفاد منه كتير، ومش هيستفاد منه بس ان هو السنه دي، وهتنفعه طول حياته.